عارف ده اللاعب رقم 456 بطل سكويد جيم اسمه الحقيقي لي، والشرير بتاع المسلسل كان عكسه في كل حاجه الا الاسم، لان اسمه الحقيقي برضه لي. واللاعب رقم 3 اليوتيوبر الزميل اسمه لي، والواد العبيط ده كمان اسمه لي، الراجل الغلبان اللي بنته كانت عايزه عمليه اسمه لي، صاحب البطل اسمه لي، اللاعب رقم 96 ده واحد كده كان معدي قدام الكاميرا اسمه لي، اللاعب 448 اسمه لي. هتقول لي خلاص فهمت، الرجاله كلهم اسمهم لي. اقول لك مش بس الرجاله، الست دي كمان اسمها لي، فترى لي كلهم اسمهم لي. الفكره ان مش بس الاسم ده المنتشر، الحاجه دي اسمها كانج، ودي كمان اسمها كانج، والاخ ده كمان اسمه كانج. مش بس اسمه في الحقيقه كانج، ده اسمه كمان في المسلسل، يعني هو متمسك باسم كانج حتى في الشخصيه اللي هو بيمثلها. وهكذا اسامي كتير جدا زي يونج وبارك، وطبعا كيم. كوريا كلها تقريبا اسمها كيم. الكلام ده مش بس عن المسلسل او الممثلين اللي مثلوا سكويد جيم، ده حتى في الكوره كوريا كلها لعبتها اسمها هيونج وهوانج وكيم وتشو تشانج تشا. فبجد ليه كل الكوريين اساميهم متشابهه جدا؟ يعني مش كفايه شكلهم؟ 떡볶이집 구오빠에 오신 여러분을 환영합니다. 10 بس. بارك جي سون هوانج بتاع ولفرهامبتون، عارفه والله عارفه، كنت في الاستاد. كيم المدافع بتاع نابولي، كيم المهاجم، اكيد في كيم مهاجم يعني. يوشيدا، لا يوشيدا ياباني. اسف والله العظيم، مش اهم حاجه انها في دماغي، اطمنت على اعضائي. بصراحه الفيديو ده متعب جدا، سواء في تحضيره او حتى في نطق الاسامي، او الاهم في المونتاج، لان انا وانا بدور على صور الشخصيات دي عانيت قوي. مش بس لان كلهم نفس الاسم تقريبا، فلما ببحث عن واحد بيظهر لي واحد تاني، بس لان اصلا مش عارف افرق بينهم، لانهم كلهم شبه بعض بره المسلسل. فلو عديت من فخ الاسامي هتخش في فخ التشابه الرهيب اللي بينهم. الكوريين حرفيا شبه بعض في كل حاجه، في الشكل، وما اقصدش الملامح، لا كده كلهم شبه بعض في الملامح، بس انا بتكلم حتى في الشكل. قصة الشعر عندهم قصتين 3 وبينوعوا بينهم، الشكل، طريقة اللبس، غالبا نفس الحركات. اصلا كوريين شبه بعض جدا، وكل ده مش غريب، كل ده نقدر نبرره باسباب كتيرة جدا، بس ده مش موضوعي ان ازاي الاسامي نفسها كمان نفس الاسامي. عشان نفهم موضوع الاسامي ده لازم نرجع لسنة 1392، عهد مملكة جوسون، الفترة اللي المجتمع الكوري كان مبني فيها على نظام طبقي صارم جدا. الطبقة العليا اللي هي طبقة النبلاء والمثقفين والمسؤولين الحكوميين هم بس اللي كان مسموح لهم ان يبقى عندهم ألقاب، لكن الناس العاديين، الفلاحين والصناعية، عمالك الغلابة، ولادك الطيابة، ما كانش مسموح لهم ابدا ان يكون عندهم لقب او اسم للعيلة، مجرد اسمهم بس، اسم شخصي. ما ينفعش يبقى عندك اسم غير اسمك انت متخيل ده لو كان موجود في مصر كانت تبقى كارثه حرفيا. احنا كلنا اسمنا محمد واحمد، انا ببقى قاعد على القهوه في 10 قاعدين اسمهم احمد. في محمد مجدي، محمد هاشم، محمد صادق، محمد مخلوف، محمد الشامي، المدرب ابو طالب العيسوي، لو قال سخن يا محمد كله حيوم. لدرجه ان احنا ناسيين الموضوع ده. ال10 احمدات دول لو ناديت عليهم اصلا باسم احمد محدش هيرد عليك، هم متعودين ان الناس بتندههم باسم ابوهم او اقرب اسم مميز في عيلتهم. احمد عبد الباسط اسمه عباسط، مش عبد الباسط، لا عباسط. احمد صلاح اسمه صلاح. احمد عبد العزيز اسمه زيزو، فاهم؟ مش عبد العزيز يعني، حتى يعني فاهم، زيزو. انا كان عندي واحد صاحبي اسمه احمد هشام، ما كنتش اعرف ان اسمه احمد، اتفاجئت حرفيا لما شفت بطاقته. لا مش من الاسم، عادي بتحصل كتير، بس اتفاجئت من صورته الصراحه. وهكذا صاحبنا علوه اللي بنقول له يا لولا او لالا، اسمه الحقيقي احمد علي. فاحنا حرفيا ما بنندهش حد باسمه، احنا بنندهه باسم العيله او اسم ابوه. فتخيل بقى انت لو كنت عايش في كوريا. طب يا ترى ليه اصلا النظام ده كان موجود؟ لان في كوريا الاسم مش مجرد تعريف، ده رمز لمكانتك الاجتماعيه. لو عندك لقب يبقى انت من الساده، ليك الحق في التعليم وفي الارض وفي الوظيفه، لكن لو ما عندكش لقب فانت مالكش هويه، انت مالكش لازمه، انت من الطبقه الدنيا، والمفروض تبقى قاعد ساكت وما تحاولش تطلع لفوق. فهم كانوا صارمين قوي في النظام ده عشان يحافظوا على تميزهم، كانوا شايفين ان اللقب شرف مش اي حد يستحقه، وكان في قوانين غير مكتوبه بتمنع الشخص العادي من انه يستخدم اللقب من غير ما يبقى في منصبه. لكن كل ده اتغير سنه 1910 لما احتلت اليابان كوريا. الاحتلال الياباني عامل كوريا على انها جزء من الامبراطوريه اليابانيه، فبالتالي لازم تلتزم وتخضع للقوانين اليابانيه اللي ما كانتش بتعترف بالهبل ده. احنا عايزين نسجل المواطنين كلهم، سجلهم باساميهم الكامله، كل واحد لازم يبقى له اسم ولقب عيله. فطبعا دي كانت فرصه عمر للكوريين كلهم، فالناس كلها حرفيا بدات تالف بقى، فاهم؟ انا من عيله كيم، انا من عيله لي، انا من عيله كانج، انا من عيله بارك. كله قاعد فاهم يختار لنفسه العيله اللي كان يتمنى انه يكون منها. وطبعا اكتر عيله الكل كان بيختارها هي العيله الملكيه نفسها، عيله كيم او عيله لي، عيله مشهوره جدا، او عيله بارك
اللي هي عيله النبلاء اللي في منطقه الجنوب. حتى اللي ما كانش عنده نيه يكذب قال لك يعني هو انا ابن البطه السوداء كله بيختار كيم، انا الوحيد المميز يعني اكيد ليا جذور لقيت كيم دي. ده غير ان فعلا العائلات دي عائلات كبيره، ففي فعلا عدد كبير من الكوريين بينتموا لها. هتقولي خلاص فهمت نقطه العيله نفسها، اسم العيله ليه منتشر، بس اصلا حتى الاسامي العاديه منتشره بشكل مش طبيعي. يعني انت لما تتكلم مثلا عن السعوديه او الخليج هتلاقي فيها اسامي عائلات كتير منتشره، لكن اسم الاشخاص نفسهم متنوع جدا، في مليون اسم عيله هيتكرر ده طبيعي، لكن اللي مش هيتكرر الاسم الاول للشخص. انا الصراحه كنت فاكر ان المشكله في اللغه الكوريه، قلت اكيد هي لغه صعبه وانا مش قادر اميز ما بين الاسامي مختلفه، بس انا اللي فاكرها ايه نفس الاسامي. بس لا، فعلا الاسامي شبه بعض، فعلا كلهم اساميهم زي بعض بالظبط، مش انا اللي متلخبط بسبب اللغه مثلا. فهل ده بيرجع لان اللغه نفسها فقيره ما فيهاش مصطلحات مثلا؟ لا، اللغه الكوريه من اكتر اللغات اللي فيها مصطلحات وكلمات، فيها كل انواع التعبير، شعر وفن ومصطلحات دقيقه ومصطلحات مختلفه وتعبيرات كتير معقده. بس تكرار الاسامي جه من ان الشعب الكوري شعب ممل الصراحه، بيحب يمشي مع الموجه. يعني الناس كلها بتسمي لي زي باقي الناس كلها بتسمي سو اللي هو معناه نقي مثلا، فسمي سو زي باقي الناس. سمي جي اللي هو من الحكمه، سمي هي اللي هو من الرحمه. بنطق كل الاسامي غلط انا متاكد، بس مش مهم يعني، الفكره وضحت. والاسم عامه بيكون مكون من مقطعين، سو جين مين هو، فاهم؟ دايما كده الاسم بيبقى ليه مقطعين، اسم الشخص نفسه واللقب بتاعه. فتكرار النمط ده مع تكرار الاسامي هو اللي بيخليك تحس ان كل الكوريين نفس الاسم، هو فعلا اساميهم متكرره يعني برضه في نفس ذات الوقت، بس ده بيضاعف احساسك بالموضوع. انا اكتشفت حاجه روشه جدا جدا جدا. لو دخلت على جوجل وكتبت في السيرش لعبة الحبار هيظهر لك الكارت ده، كارت بيتعمل له موشن وبيتقلب على الجنب التاني بيبقى فيه برضه حركات وبتاع. لو دوست عليه هيشغل لك لعبة إشارة حمراء إشارة خضراء، اللعبة الأيقونية لسكويد جيم، واللي تعتبر أول لعبة في أي موسم. للأسف اللعبة سهلة جدا يعني، بص أنا وقفت أصلا بعد ما هي بصت وما خدتش بالها، ما بتقفش يعني، فاهم؟ لو اتقفشت بتطلع واحد بس يعني، فاهم؟ مش انا مثلا بخسر، لا يعني يعتبر عندي 6 محاولات، هم 6 لعيبه ممكن اخسر 6 مرات، فاهم؟ فالموضوع سهل جدا جدا جدا. دي مشكله اللعبه. في مشكله كمان وهي اللي مسهله اللعبه جدا، وهي ان مفيش تايم. عارف لو في تايم مثلا كنت اقول لك ماشي كان الموضوع صعب، لكن مفيش تايم، انت فاهم؟ فكان مستحيل اخسر. انا ممكن اتحرك خطوه في كل مره عادي، انت فاهم؟ او ممكن اصلا اعمل حركه خبيثه، وهي ان انا افضل اتقفش عشان عددي يقل، على اعتبار يعني ان انا لاعب من اللعيبه دول فالفلوس تزيد. فلا الصراحه اللعبه كانت حاجه روشه وبسطت لما شفتها في الاول، بس بعد كده حسيت ان طب ما تكملوا جميلكم يعني، فاهم؟ ما بالمره يعني تعملوا لعبه عليها القيمه. انا بخسر قصدي طبعا عشان انا ايه، بحب ان انا اوصل بواحد بس، ما تفهمش ايه الانانيه اللي انا فيها دي، بس يعني انا قررت كده. حكمة الأرنب والثعلب، أنا خسرت، أنا كان مضطر أعيد اللعبة عشان أوريكم لما بتكسب إيه اللي بيحصل. تقدم إيه كسبت. الصراحة لعبة مسلية، ما فيهاش أي تحدي بربع جنيه، بس بشكل عام يعني فاهم؟ زي ما قلت هي حركة روشة، حاجة كده زي لما ما يبقاش مثلا في نت، فاهم؟ فيجيب لك اسمه إيه، الديناصور ده. دي برضو كانت من أعظم الاكتشافات اللي اكتشفتها في حياتي، إن أنت لو ما فيش نت والديناصور ده موجود عشان تبدأ لعبة الديناصور. ده لو يدل على حاجة يدل على مدى انتشار المسلسل، واللي كان استثنائي جدا بالنسبة للمسلسلات، بس ما كانش استثنائي بالنسبة لكوريا، لأن الثقافة الكورية طاغية وفرضة نفسها من زمان، سواء بالكي بوب والبي تي اس والحاجات اللي أنا ما بحبهاش دي، أو بالكي دراما واللي منتشرة من زمان أوي. ما بفهمش ليه ممكن حد يقعد يتفرج على مسلسل كوري لكن بعدها بقيت أنا كمان بقعد أستنى مسلسل كوري اللي هو سكويد جيم، بس ده الاستثناء الوحيد. لكن رغم كده انا بحب السينما الكوريه جدا، يعني انا بتفرج على اكتر من 10 افلام كوريه، رغم اني مش من عشاق السينما للدرجه دي يعني، انا بتفرج على افلام اجنبي قليل اساسا. فبس بشكل عام عرفنا ليه الاسامي الكوريه متكرره للدرجه دي، واعتقد ده يفهمك ليه اصلا صناع المسلسل استخدموا الارقام اللي سهلت بشكل كبير جدا على تعرفنا على الشخصيات وتعلقنا بيهم. لو ما كانتش الارقام دي موجوده كان صعب ان احنا نتعرف على الشخصيات. اي نعم كنا ممكن نعرفهم من صفاتهم، لكن الارقام طريقه اسهل واسرع لاننا نعرف احنا بنتكلم عن مين، بدل ما اجي اقول لك الواد الطيب ده الغلبان اللي كان بيضحك عليه اللي هو كان صاحب البيت اللي هي كانت، فاهم؟ قصه كبيره. لكن لما اجي اقول لك اللاعب رقم 125 انت عرفت انا بتكلم عن مين. حاجه كده شبه ارقام لعيبه الكوره بسبب
ان لعيبه الكوره كتير جدا، احيانا لو فرقه انت مش عارفها ممكن تميز اللعيبه بسرعه بارقامهم. فبس هو كان فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبك. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس، تابعنا على الانستجرام. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.